كلنا عايزين نتعلم اللغة الإنجليزية، وبنبتدي في البداية بنقول إن ديت حاجة صعبة وهتاخد مننا وقت وهتاخد مننا مجهود. في مننا بيحب يروح المراكز المعتمدة، وفي ناس بتحب إنها تشتغل أونلاين. ده كله كلام كويس جدا، بس لو حبيت تشتغل وتتعلم اللغة الإنجليزية ابدأ بنفسك، وهقول لك على طريقة سهلة جدا. الفكرة كلها إن أنت عشان تبتدي تتعلم لغة إنجليزية حاجة واحدة بس لازم تعملها: ابدأ. ما تفكرش انا هبدأ ازاي. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان تبقى بالنسبة لي اللغة الانجليزية سهلة واقدر اتعلمها في وقت قليل جدا؟ اول حاجة اهتم بالمهارة اللي هي listening. 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 اسمع كتير. اسمع كتير بودكاست، اسمع كتير على اليوتيوب اي حاجة مكتوبة بالانجلش. فيديوهات بسيطة. فيديوهات بسيطة جدا ممكن تكون من دقيقة لخمس دقايق. مش لازم ان انا اجيب فيلم اجنبي او اغنية اجنبية وابتدي اسمعها في البداية. في بودكاست كتير جدا موجود على اليوتيوب. في قنوات كتيرة جدا بتنزل محادثات بسيطة جدا على اليوتيوب. دي أول حاجة. فلازم أهم حاجة نطور مهارة listening اللي هو معناها السمع. اسمع كتير هتقدر تتكلم بطريقة سهلة. طب الحاجة التانية اللي أنا ممكن أعملها: ممكن في خلال خطة مدتها شهر تقدر تتعلم أو تطور من مهارة اللغة الإنجليزية والتحدث في اللغة الإنجليزية. أول حاجة حدد هدفك من تعلم اللغة الإنجليزية. أنت عاوز تتعلم اللغة الإنجليزية من أجل الدراسة، ولا هتعلمها عشان العمل، ولا هتعلمها بشكل عام عشان أنت عايز تتكلم لغة إنجليزية؟ فدي أول حاجة لازم تعملها. حدد هدفك أنت ليه هتتعلم اللغة الإنجليزية. الحاجة التانية: ابتدي اتدرب يوم بعد يوم. خلي ليك كل يوم نص ساعة بودكاست listening. اسمع. اسمع بس. ممكن تسمع الحاجة لمدة يومين تلاتة أسبوع لحد ما تقدر إن أنت تحفظها وتتعود عليها. بعد كده حاول إن أنت تتكلم. فلازم أهم حاجة تكون ليك سيستم معين: كل يوم نص ساعة هقعد أسمع فيديوهات باللغة الإنجليزية. الحاجة اللي بعد كده أو الحاجة التالتة، زي ما قلت لك لازم تحدد إيه الهدف من التعلم عشان تعرف هتعلم إزاي أو تقدر تسمع أنهي بودكاست هتفيدك بالظبط. الحاجة اللي بعد كده كمان ممكن تعتمد على حصيلة الكلمات اللي عندك وحصيلة الجمل، وتبتدي تكتب جمل بالعربي بسيطة تقدر إن هي تساعدك في تعلم كلمات جديدة. يعني مثلا أول حاجة ما تبصش ليها أو ما تحطهاش في الاهتمام قوي: الأزمنة أو الجرامر. ما تهتمش بالجرامر في البداية. يعني ممكن هقول مثلا: أنا قابلت علي بالأمس. أنا عارف إن كلمة يقابل اسمها ميت. مش لازم اركز قوي في البدايه انا هخليها ميت ولا ميت ولا ميتنج ولا ووز ميتنج. مفيش الكلام ده. قول مثلا: اي ميت علي يسترداي. ابتدي تدرب جمله بجمله، وبعد ما تكتبها هتخش طبعا على القاموس بتاعك وتكتب الجمله وتطلع الكلمه اللي هي الخطا وتبتدي تحفظها من اول وجديد. انت لو قلت مثلا اي ميت علي يسترداي، في القاموس طبعا الديكشن اللي على الموبايل هيطلع لك ان كلمه ميت غلط هتبقى ميت. فانت عارف ان ميت ديت اللي هي بتدل على الماضي، اللي هي طبعا التصريف التاني. دي طريقه تقدر ان تخليك تتعلم لغه انجليزيه او تطور شويه في اللغة الإنجليزية بتاعتك. بس أهم حاجة زي ما قلت لك لازم تهتم بمهارة listening اللي هو السماع. لازم نسمع كتير جدا وبعد كده نبتدي نتكلم. وكمان